مساحة جديدة للرأي، أهلا بكم. مرت المنطقة العربية بالعديد من الأحداث الهامة في عام 2022 أعادت تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في بعض البلدان العربية، كما خلقت بعض الأحداث العالمية تغيرات جيوسياسية كبيرة في المنطقة، من تونس للعراق مرورا بلبنان ودول عربية عدة. طبعت العديد من الأحداث خريطة العالم العربي 2022. الانتخابات البرلمانية في تونس ومصير الجمهورية الجديدة اللي وعد بها الرئيس قيس سعيد التونسيين، الفراغ السياسي اللي تشهده لبنان مع انتهاء ولاية ميشيل عون، بينما طوى العراق صفحة من أقصى الحقب العصيبة في حاضره السياسي بعد أن تجاوز أزمة الرئيس وتشكيل الحكومة. ولا تزال إسرائيل تواصل سياسة الاستيطان في فلسطين كمنهج ثابت، مستخدمة سلاح القتل والترهيب والتهويد في مواجهة مقاومة الفلسطينيين. جاءت قمة لم الشمل في الجزائر وسط التحديات اللي بتشهدها المنطقة العربية، ومع نهاية عام وإقبال عام جديد تبقى ملفات ساخنة عديدة مفتوحة تنتظر سيناريوهات مختلفة حول أبرز الأحداث العربية في عام 2022. بتدور حلقتنا النهاردة من مساحة للرأي مع الأستاذ أحمد التايب الكاتب الصحفي باليوم السابع والمحلل السياسي. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. السادة المشاهدين طيبين بالعام الجديد، والإخوة الأخبار أيضا كل سنة هم طيبين. وحضرتك طيب. هستأذنك هنتابع هذا التقرير ومن بعده نبدأ النقاش. شهد العديد من الدول العربية خلال عام 2022 العديد من الأحداث على كافة الأصعدة وخاصة السياسية والاقتصادية. ففي تونس وبعد حالة الانسداد السياسي التي شهدتها البلاد، أيد نحو 94% من التونسيين مشروع الدستور الجديد ليعكس رغبة الشعب على تجاوز مرحلة طويلة من التجاذبات السياسية التي امتدت على مدار السنوات الأخيرة. كما جرت انتخابات تشريعية مبكرة بسبب الأزمة السياسية المندلعة في البلاد، بينما يغرق لبنان يوما بعد يوم في أزمة اقتصادية حادة. ومع انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون لا يزال الخلاف قائما بين الأطراف المعنية أمام التوصل إلى خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد، خاصة في ظل الفراغ السياسي غير المسبوق الذي يشهده لبنان، مما يؤدي لعرقلة التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمق محنة الشعب اللبناني. وبعد عام من الجمود السياسي الذي شهده العراق، انتخب البرلمان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية خلفا لرئيس برهم صالح بعد أشهر من المفاوضات والمساومات. وفور انتخاب عين رشيد مرشح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني لرئاسة الوزراء، منهيا حالة الانسداد السياسي في البلاد. وتعد الأزمة اليمنية من أهم الأزمات الموجودة على الساحة العربية. ففي منتدى اليمن الدولي الذي أقيم في السويد، وضع المشاركون عدة توصيات لحل الأزمات الاقتصادية والسياسية وتمهيد الطريق أمام إنهاء الحرب التي طال أمدها في اليمن عن طريق التفاوض. لكن الحرب اليمنية لا تزال مشتعلة، ولا يزال ملايين اليمنيين يواجهون أكبر أزمة إنسانية في العالم. وجاءت قمة لم الشمل في الجزائر، ومن أبرز توصياتها تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، دعم الحكومة الشرعية اليمنية، دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، مركزية القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وغيرها من التوصيات. برحب بكم من جديد. ضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي باليوم السابع. يعني كفة الميزان تتأرجح ما بين الإنجازات والإخفاقات، بس عايزة أبدأ بالتفاؤل وحجم الإنجازات التي تمت في الوطن العربي في 2022.
والله طبعا يا فندم المشهد العربي خلال 2022 انا يعني هلخصه في صورتين. الصوره الاولى هي صوره ايجابيه، صوره انجازات زي ما حضرتك تفضلت تماما. كان في 4 مشاهد او 5 مشاهد بيؤكدوا فعلا ان العرب يعلنون لاول مره عن انفسهم، وكان يعني هناك امور مشرفه جدا ومدعاه للفخر. الحدث الأول وفقا للصورة المضيئة اللي هو مؤتمر شرم الشيخ، المحفل العالمي الكبير اللي قدرت مصر من خلاله في مؤتمر التغير المناخي ان هي تدافع عن حقوق القاره الافريقيه وعن العالم النامي من ناحيه، ومن ناحيه اخرى قدرت ان هي تعرض كل جهودها التنمويه، ومن ناحيه ثالثه قدرت ان هي تلزم المجتمع الدولي ببعض مسؤولياته، وخاصه صندوق الاضرار والخسائر. ده بالنسبه لطبعا مؤتمر شرم الشيخ اللي اشاد به الجميع. الحدث الاخر المهم جدا والايجابي ايضا اللي كان في 22 الا وهو القمه العربيه الامريكيه في جده. طبعا احنا شفنا الرئيس بايدن لما جه، وكان العنوان الاكبر والاهم انه لا للتبعيه ونعم للتشارك ونعم للتبادل، وده كان شيء عظيم جدا. العرب يريدون ان يقولوا كلمه للقوى العظمى وللولايات المتحده الامريكيه. اتاكدت بزياره رئيس الصين، ثم بعد ذلك اتاكدت زي ما حضرتك تفضلتي من خلال قمه صينيه اخرى عربيه في السعوديه ايضا. وكان المشهد كله انه يوجد تنافس دولي كبير جدا على القاره الافريقيه وعلى المنطقه العربيه، ومصر الدول العربيه طبعا قدرت ان هي تستفاد من هذا التنافس. هذه هي الصوره الثانيه المضيئه خلال 2022. الصوره الثالثه مونديال قطر، ما حدش يقدر يتكلم عنه. مونديال كبير جدا اللي قدرت قطر من خلاله ان هي تنظم حدث عالمي، حدث شعبوي مهم جدا للعالم. مليارات المشاهدين قدرت ان هي تعلن من الهويه العربيه والثقافيه، وشفنا قد ايه العالم كان في حاله انهار، وخاصه ان كان في بعض الرؤى وبعض وجهات النظر ان العرب لن يستطيعوا ان هم ينظموا مثل هذه المحافل الدوليه او المونديالات العالميه زي كاس العالم، لكن استطاعت. واللي كانت تابع بعد كده ان السعوديه ومصر هتقدم ملف استقلاليه. طبعا وانتهى المونديال قطر بشيء مهم جدا خلانا كلنا نتضامن. مبروك طبعا. تصل للمربع الذهبي، ودي كان سابقه الاولى من نوعها، وكان يعني حدث تاريخي جدا خلال 2022. اعتقد انه سيسجل بحروف من نور في هذا العام. اعتقد ان هذه الصور المضيئه كان بيقابلها ايضا صور للاسف الشديد قاتمه مأساويه حزينه للغايه، وخاصه في بعض البلدان العربيه اللي فيها صراعات ونزاعات للاسف الشديد. حضرتك لما بس انا عايزه اكمل الايجابيات. يعني احنا شفنا في تونس مثلا تحول ايجابي، في العراق ايضا تحول ايجابي، السوداني بعد وصول يعني تعيين رئيس ده صحيح. نعم. ده صحيح. يعني احنا الايجابيات برضه ايجابيات طبعا. احنا بنتكلم عن تونس قدرت ان هي تدشن القاعده الدستوريه، وقدرت ان هي تعمل استفتاء على الدستور، وده لاول مره. الانجاز الثاني والمهم ايضا كان في تونس الا وهو الانتخابات البرلمانيه اللي جرت الجوله الاولى، وفي انتظار جوله العاده الاخرى. لكن نحن في تونس امام يعني بشائر خير في ظل طبعا ازمات طبعا متتاليه اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه، لكن هناك نقاط مضيئه في الملف التونسي. فيما يتعلق ايضا بالعراق، يعني كيف ترى حجم التقدم في الملف العراقي؟ يعني بعد يعني شهور عديده برضه تم انتخاب رئيس واستقرار في البرلمان ايضا. خلينا نتكلم طبعا عن العراق في 22. يعني هناك مشهد مأساوي حدث في العراق للأسف الشديد، عندما انسحب التيار الصدري مختار الصدر من البرلمان، ثم حدث تظاهر في المنطقة الخضراء والساحة الخضراء، والكل كان بيتوقع انه هتندلع حرب أهلية في العراق. لكن ربنا سبحانه وتعالى لطف وقدر ان قدروا العراقيون ان هم يعني يحققوا انجاز مهم
جدا بان هم يلتفوا مره اخرى ويتم تعيين رئيس جديد عبد اللطيف رشيد، ثم تعيين او اختيار رئيس وزراء اخر جديد اللي هو محمد شياع السوداني، ويعني يلتئم الجراح للعراق، وخاصه ان العراق يعني العراق هو العراق مليء بالثروات الطبيعيه، مليء بالموارد البشريه والكوادر البشريه الكبيره جدا، ويستطيع ان هو يقود. يعني ما ينفعش نتكلم عن المنطقه العربيه من غير العراق، فبالتالي ما يعاني منه العراق الان هو يعني يحتاج من العراقيين فقط اعلاء الدوله الوطنيه و على قدر الامكان انهاء حاله الانقسام والاستقطاب اللي موجوده بسبب النظام السياسي المبني على المحاصصه. ما يحدث في اليمن سلبيات ام ايجابيات؟ هل نستطيع ان نصل لهدنه جديده ام انهكت هدنه سوريه؟ كيف ترى الوضع في اليمن؟ خلينا نتفق خلينا نتفق ان اليمن للاسف خلال 2022 بيمر بحاله من الجمود السياسي، لان احنا بنتكلم طبعا بدايته كانت من خلال هدنه تم عقدها بين الحوثيين وبين التحالف او التحالف الشرعي او القوات الشرعيه، وكان العالم كله يعني ينتظر الامل بان هذه الهدنه تسفر عن حوار سياسي وحوار وطني ينهي الازمه اليمنيه، لكن للاسف الشديد هذا الامر لم يدم طويلا، وراينا التفاف من قبل جماعه الحوثيين على هذه الهدنه، ورفضوا الانصياع لتنفيذ بنودها، ووجدنا مشاكل كبيره جدا في تعز وفي صنعاء، لكن الان اليمن ما زال يعاني في ظل الازمات الاقتصاديه والعالميه الكبيره جدا. انت بتتكلمي وفقا للتقارير الامم المتحده هناك لا يقل عن 23 مليون مواطن يمني يحتاجون الى مساعدات انسانيه ويعني حرجه. الملف اليمني اظن سيظل عالقا ما دام الملف النووي الايراني الامريكي طبعا احنا عارفين ان اشكاليه اليمن في القوى. خلينا نعرض على لبنان وهذا الفراغ ايضا الرئاسي اللي ماشي مع الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي ما قدرتش تغير يعني ما يحدث في لبنان. هو والله انا من وجهه نظري لبنان يعاني من ماساه حقيقيه، والمشهد في لبنان صعب للغايه على يعني كافه المستويات، سواء كان المستوى الاقتصادي احنا يعني شفنا المشهد الصعب جدا، ازاي المواطنين والمودعين يقتحمون البنوك والمصارف الماليه، في مشهد صعب جدا في لبنان. شفنا البرلمان اللبناني ينعقد ل10 جلسات متتاليه لاختيار رئيس لبناني، يعني وفي النهايه يكون الفشل هو عنوان هذه الجلسات. والازمه الاكبر ان الحزبين اكبر حزبين مسيحيين المفروض يتم اختيار منهم في حاله تعارض. ليه ده حصل يا فندم؟ انت بتتكلمي في لبنان، ازمه لبنان هو ان النظام السياسي يعتمد اعتماد اصيل على المحاصصه والطائفيه. هل في شكل اخر يمكن ان ينطبق على لبنان لتغيير هذه الازمه المتكرره على مدار عقود؟ هو في النهايه لا حل لاي ازمه الا من خلال الحوار الوطني السياسي، حوار لبناني، اعلاء الدوله الوطنيه. لان للاسف الشديد من ازماتنا الحقيقيه بعد 2011 ان اصبح للقوى الخارجيه والقوى الفاعله والقوى الاجنبيه لها دور، واصبحت تتحكم في مصير الشعوب للاسف الشديد اللي فيها مناطق صراع. يعني حضرتك انت ما ينفعش تتكلمي في لبنان من غير حزب الله، وحزب الله ايران ده رقم واحد. ما ينفعش تتكلمي من غير فرنسا كلاعب اساسي، ايضا ما ينفعش تتكلمي في لبنان من غير وجود السعوديه، وكذلك سوريا رغم ان سوريا عندها ازمات كبيره جدا لكن ايضا لها اهميه في الملف اللبناني. اذا لبنان الان هو يعاني من فراغ رئاسي للاسف الشديد. الوضع هناك صعب جدا، وعلى ده اللي احنا يعني نتمناه من اللبنانيين الاشقاء ان هم يتوحدوا. طب احنا هنا بنتحدث عن الشعب، يعني الشعب ذاته مضغوط بالازمات الاقتصاديه، يعني مش قادر، الشعب ليس قادرا على الوصول لحل او الضغط على النواب علشان يوصلوا لحل. ما هو الشعب في النهايه هو يعاني. انت حضرتك لما تيجي تتكلمي على النسب وفقا للتقارير الاعلاميه والتقارير الامميه، انت بتتكلمي على نسبه البطاله في لبنان الان
تخطت ال 30%، وده رقم خطير جدا وينذر بكارثه كبيره جدا. بتتكلمي عن معدلات نسبه الهجره في لبنان بقت اصبح رقم مرعب جدا. بتتكلمي عن اشياء كثيره جدا. للاسف الشديد الاطراف الداخليه في لبنان هم السبب الرئيسي في هذه الحاله، وبالتالي مين من المواطنين يرفض التوحد ويرفض الاعلاء الدوله الوطنيه ويرفض الاستقرار والامان؟ الاشكاليه كلها في مسارين: مسار الاطراف الداخليه في حاله الانقسام الدائر بينهم، والمسار الاخر القوى الفاعله التي تعتمد اعتماد اصيل ورئيسي على اطاله امد الصراع لتحقيق اجندتها الخاصه ومصالحها الخاصه في لبنان. طيب، عايزة برضو نظرة كده على ما يحدث في الأراضي المحتلة، يعني الأزمة القديمة الحديثة المتجددة. للأسف الشديد طبعا يعني أعتقد أن عام 2022 كان عام صعب جدا على الفلسطينيين، وعام يعني يعتبر من ضمن أكثر الأعوام دموية في فلسطين. أنت حضرتك بتتكلمي في خلال هذا العام فقط وفقا للأرقام عشان يبقى المشاهد موجود معانا، حضرتك بتتكلمي عن حوالي 230 شهيد فلسطيني. بتتكلمي يا فندم عن حوالي ما بين 9000 ل 10000 فلسطيني اصيبوا من خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي. بتتكلمي عن حوالي 700 حالة اعتقال للفلسطينيين. يوجد حوالي وفقا للتقارير الأممية حوالي 4500 حالة اعتقال الآن لسه ما زالت موجودة في السجون الإسرائيلية. بتتكلمي على هدم 900 مبنى على رؤوس خلال 2022 على رؤوس الأشقاء في فلسطين. بتتكلمي عن حوالي 800 عملية هجوم للمستوطنين في فلسطين. بالإضافة لأنه يوجد هناك أكثر من 116 مخطط تفصيلي يعني اتساع العملية الاستيطانية. قدروا في خلال بس 2022 ان هم يبنوا 13000 وحدة استيطانية جديدة. هذه الأرقام الكبيرة جدا وهذه الأرقام المرعبة يؤكد لك قد إيه ويعكس مدى المعاناة اللي بيعاني منها الشعب الفلسطيني خلال 2022. لكن هي الإشكالية فين يا فندم؟ الإشكالية في إنه للأسف الشديد احنا بنتكلم على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. دايما ان المجتمع الدولي بيعاني من فكرة ازدواجية المعايير. فانت بتتكلمي عن حوالي اكثر من 70 عام على هذا الصراع، ورغم من ذلك لا يوجد قرار واحد من الامم المتحدة او مجلس الامن او قرار من المجتمع الدولي يتم تنفيذه لصالح الفلسطينيين. وبالتالي اعتقد انه 2022 كان عام صعب جدا على الاشقاء في فلسطين. يعني هنتابع ما ذكرته الصحافة عن أحداث 2022 في الوطن العربي، من بعده نرجع تاني لاستكمال الحوار. نبدأ جولتنا من السياسة الدولية، حيث أكد الدكتور طارق فهمي أن خطاب الرئيس السيسي أمام القمة العربية كان قاطعا، حيث أكد أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الترتيبات لإقامة نظام إقليمي عربي في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة مع وجود توافقات يمكن البناء عليها في المستقبل. وفي اندبندنت عربية يشير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العرب يملكون إمكانيات وقدرات طبيعية وبشرية ومادية تؤهلهم ليكونوا قوة اقتصادية فاعلة في العالم، فيجب استعادة الثقة في النفس من أجل إحداث تأثير في المشهد العالمي والاقتصاد الدولي، لا سيما وأن الاحتياطي النقدي العربي يعادل احتياط أوروبا أو مجموعات اقتصادية آسيوية. في العين الإخبارية يرى ليث الكاتب أن العراق يود عام 2022 على وقع انتعاش اقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط، والآن يتوجب على الحكومة العراقية أن تعمل على خلق سياسة متوازنة تخرجها من صيغة المحاور مع استغلال الهدوء الحذر في المشهد السياسي بإعطاء إشارات قوية بأن الحكومة جادة في تنفيذ برنامجها الطموح لكسب ثقة الشعب العراقي. في الشرق الأوسط يوضح الدكتور محمد السقاف الكاتب السياسي اليمني أن أزمة اليمن ليست استثنائية، فالجميع يعلم أسباب الحروب والصراعات، لكنهم يتجاهلون الحل مع القفز على المعضلات وربط حلها بأجندات إقليمية ودولية. فثمة طريق طويلة مليئة بالمصاعب
وصولا إلى تحقيق الطموحات المشروعة للشعب اليمني. وأخيرا في جريدة الشروق الدكتور أحمد يوسف يقول: لقد حان الوقت لوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على جرائمه، حيث يتوجب على المجتمع الدولي إنهاء صمته والوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، ولا بد من إنهاء هذا الظلم التاريخي. برحب بكم من جديد. ضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي باليوم السابع. حضرتك حبيت تعقب على إحدى المقالات في التقرير السابع. هو الفكرة طبعا عشان نفهم طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لازم يبقى نفهم حاجتين مهمين. الحاجة الأولى أنه هناك استراتيجية قومية لدولة إسرائيل، ودي بتستهدف تحقيق أو تستهدف إقامة أو تحقيق حلم إسرائيل الكبرى. الاستراتيجية الأخرى هي استراتيجية الإدارة، استراتيجية الإدارة أو الاستراتيجية المؤقتة أو الآنية. الاستراتيجية القومية هي دائما بتعتمد على مجموعة من اللاءات. لا لإقامة دولة فلسطين، دولة لفلسطين مستقلة، لا لعودة اللاجئين الفلسطينيين، لا لوجود تحالف عربي استراتيجي يهدد المصالح الإسرائيلية، لا لحرمان إسرائيل من مطالبها المائية في الأنهار العربية، لا ده الاستراتيجية القومية. لكن يوجد استراتيجية أخرى هي لإسرائيل للأسف الشديد، هي الاستراتيجية الآنية أو الوقتية، ودي بتتغير وفقا للمستجدات. دي قائمة على سياسة الردع وسياسة حماية الأمن الإسرائيلي. طيب، يعني بالحديث عن تغير الخريطة الجيوسياسية العالمية، الحرب الأوكرانية الروسية، اللاعبين الجدد في العالم بقى ليهم توجهات أخرى. احنا شفنا برضو الصين يعني أعربت عن رغبتها في التدخل أيضا لحل الأزمة في فلسطين وفي اليمن. كيف ترى هذا التغير؟ هل ده هيغير ميزان القوى في العالم؟ هو خلينا طبعا زي ما ذكرت لحضرتك ان الإشكالية في المجتمع الدولي ان هو دائما يبحث عن مصالحه. دي رقم واحد، ودي هي العنوان الرئيسي في تعاطي المجتمع الدولي مع اي مشكله. الصين بتحرص على المصالح الاقتصاديه، وهي مصالحها الاقتصاديه الان في الوطن العربي وافريقيا. احنا نتمنى ان المجتمع الدولي يكون لديه قرار حاسم، يكون لديه رغبه في انهاء هذا الصراع. لكن واحنا كمان بنتمنى هذا، لابد ان نعلم جيدا ان حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يأتي إلا من الداخل الفلسطيني أولا، من خلال إنهاء المصالحة الفلسطينية، الأشقاء الفلسطينيين، الأطراف الداخلية في الفلسطين. طبعا هذا الموضوع لابد إن هم في الأول يتفقوا، يتكاتفوا، يتضامنوا أولا، ثم بعد ذلك يحدث نوع من أنواع التضامن العربي والتكاتف العربي، ويكون هو العنوان الأساسي هو المسار السياسي بعيد عن الانقسام، بعيد عن الخلافات، والبحث عن نقاط الالتقاء، نقاط التقارب أكثر من الوقوف أمام نقاط الاختلاف والخلاف. إذا لم يحدث هذا، المجتمع الدولي يا فندم مش هيقدم لك أي شيء. ده ياخدني لقمة لم الشمل في الجزائر اللي كانت قمة مؤجلة من أكتر من مرة. حجم الإنجاز فيها قد إيه؟ دي نحسبها على الإيجابيات ولا على السلبيات؟ البيان الختامي كان شكله إيه؟ هو خلينا نتفق طبعا إن القمة العربية في الأخيرة في الجزائر في انعقادها في حد ذاته في ظل الظروف الراهنه كان شيء مهم جدا وشيء ايجابي، لان طبعا عقدت في ظل ظرف العالم كله يعاني من مشاكل اقتصاديه، من مشاكل التضخم، من مشاكل ارتفاع الاسعار، من مشاكل صراعات في مناطق الدول العربيه ازدادت وامتد الصراع لمناطق كبيره جدا. بعض الملفات في المناطق الصراع تعقدت وتشابكت. القوات الخارجيه او القوات الاجنبيه او القوى الفاعله في بعض المناطق الخارجيه للاسف الشديد اصبحت تمتلك زمام الامور، فكان لابد ان يجتمع العرب في ان هم يبحثوا هذه الامور وهذه الملفات. هذا الشيء الايجابي. لكن للاسف الشديد، وهذه الصوره الاخرى بقى القاتمه للاسف المحزنه، ان مثل كل القمم انه في النهايه نجد انه
هناك فتح لكثير من الملفات، هناك كثير من القرارات بتبقى موجوده على الورق، لكن اين التنفيذ يا فندم على ارض الواقع؟ هو ده المهم. يعني انت حضرتك لما تيجي تتكلم عن اعلان الجزائر او مخرجات قمه الجزائر، انت بتتكلمي عن تعزيز العمل المشترك، ده امر مهم جدا. بتتكلمي عن تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربيه بعضها البعض، ده ايضا امر مهم جدا ومطلب ضروري جدا. احنا شفنا تحركات في هذا الاتجاه جديه، يعني شفنا مصر وعدد من الدول العربيه وانجازات كبيره بشكل منفرد، يعني لكن في النهايه مش بشكل فيه نوع من انواع التكامل الشامل. دي نقطه. النقطه الثانيه يتكلموا عن فكره اعتبار القضيه الفلسطينيه قضيه مركزيه، دي ابرز التوصيات اللي هي او المخرجات اللي خرجت من القمه العربيه في الجزائر. نتمنى انه في النهايه نجد فاعليه حقيقيه وتنفيذ لهذه القرارات، تنفيذ لهذه المخرجات على ارض الواقع، لكن ده لن يحدث يا فندم، وده في اعتقادي انه لن يحدث الا في حاله واحده مهمه جدا، ان يلتف العرب، أن يحدثوا نوع من أنواع التكامل الاقتصادي والتكامل السياسي والتكامل العسكري، وعدم تغليب المصلحة الثنائية في التعامل مع المصالح أو مع الملفات في مناطق الصراع، لأن دي إشكالية أخرى. يعني تجد بعض الدول العربية موجودة في منطقة معينة تتقاطع أهدافها ومصالحها مع دولة عربية أخرى، فتجدها أن هي تغلب المصلحة هذا على المصلحة تلك. كل هذا امور مهمه جدا يجب ان يتم تداركها في عام 2023. النقطه المهمه جدا وانا اريد ان انا يعني اسلط الضوء عليها، الا وهي لابد من اصلاح للجهاز او لمنظمه الجامعه العربيه، بحيث انه تتواكب هذه التغيرات وهذه المستجدات اللي حصلت حاليا. يعني المنظمه في النهايه الشكل الاداري او الهيكل الاداري موجود منذ تم تاسيسها في 1945. الان يوجد مستجدات كبيره جدا، لابد حدوث نوع من انواع الاصلاحات داخل الهيكل الاداري. واهم اصلاح اعتقد ان هو المهم والضروري هو ان يكون هناك جهاز لتنفيذ القرارات وتوصيات منظمه او جامعه الدول العربيه على ارض الواقع، لان هذا هو الامل. يعني ده اللي حضرتك تتوقعه ل 2023؟ والله احنا نتمنى في 2023 ان يكون يعني عام للرخاء، عام للاستقرار، عام للالتقاء وليس للاختلاف. نتمنى ان مناطق الصراع، ان اهلنا واشقائنا في مناطق الصراع ان هم يعلوا من الدوله الوطنيه، لان يا فندم دون اعلاء للدوله الوطنيه فانت كده بتتكلمي على دور مهم جدا للميليشيات، دور مهم جدا للمرتزقه، دور مهم جدا للقوى الفاعله والقوى الاجنبيه. اذا في النهايه لابد ان تكون السياسه الخارجيه للمجموعه العربيه قائمه على عده مرتكزات مثلما تفعل السياسه الخارجيه المصريه. اولها اعلاء الدوله الوطنيه، ده رقم واحد. اثنين، اتخاذ المسار السياسي والحوار مهم جدا. والنقطه الاهم أن تتحكم الجيوش الوطنية أو أن تحتكر الجيوش الوطنية للأمن والسلاح. يعني احنا في الوطن العربي قدامنا فرصة ذهبية ان يكون لينا مكان وقوة في هذا التغيير الجيوسياسي اللي بيشهده العالم. بشكر ضيفي الأستاذ أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي باليوم السابع. بشكر فريق عمل مساحة للرأي، والشكر موصول لكل من تابعنا. شكرا لكم.